السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين، معكم أسماء في مطبخي مع أسماء. هنعمل مع بعض بقى النهاردة الزبدة البلدي، هنسيحها ونحولها إلى سمنة. طبعا الزبدة دي أنا عملتها معاكم في الفيديو اللي فات. اللي ما شافش الفيديو هسيبه لكم إن شاء الله الرابط بتاعه في آخر الفيديو ده. هتلاقوا الرابط بتاع الفيديو بتاع الزبدة دي. احنا طبعا الزبدة دي عملناها في البيت من اللبن. روبنا اللبن وطلعنا القشطه، والقشطه حولناها لايه؟ زبده. دلوقتي بقى هنبدا نسيحها. معايا حله هنا على النار، طبعا ببقى معليه النار وببدا انزل بالايه بالزبده اللي انا حطاها. هسيب الزبده بقى تسيح. وطبعا اهم حاجه في الزبده ما نسيبهاش زي اللبن، لازم نبقى واقفين جنبها، لانها لو ساحت وفارت هتلاقيها فارت معاكي على البوتاجاز زي اللبن كده، وبتتبهدل منك. فتقفي جنبها زي الايه زي اللبن بالظبط، لانها بتفور في اول مره. تمام. طيب لو انت مش فاضيه او وراكي مصلحه تعمليها، ممكن توطي عليها النار، هدي عليها النار خالص وتسيبيها بقى تسيح براحتها. تمام. بس انا بقف جنبها وبعلي النار وبقف جنبها وبعملها لحد ما تخلص معايا زي اللبن بالظبط. اول بقى ما تبدا تسيح معايا وكل الكتل اللي انتوا شايفينها دي اهي تروح، هي خلاص كده، خلاص فاضل حوالي حتتين صغيرين هيسيحوا، وهتبدا بقى تفور معايا. اول ما تفور معاكي، شايفين دلوقتي هي خلاص اهي ساحت كلها. اول بقى ما تبدا تخش على الغليان معايا هتلاقيها فارت معاكي. فلما هتفور معاكي هنهدي بقى عليها البوتاجاز ونقلب فيها، يعني ههدي بقى عليها، هوطي النار خالص وهقلب فيها. طبعا زي ما قلت لو انت مش فاضيه تقفي جنبها، بتبداي ان انت ايه، تهدي عليها النار، يعني توطي النار وتسيبيها بقى براحتها. تمام. كل 10 دقايق تعالي بص عليها، يعني كل 10 دقايق، بعد 10 دقايق بص عليها، وبعد 10 دقايق تاني برضو تعالي بصي عليها. تمام. هنا بقى بعد ما ساحت كلها وبدأت تخش على الغليان، شايفين بقى بدأت تفور معايا ازاي؟ هي دلوقتي بتفور، انا هقلب فيها وهدي بقى عليها النار. اول ما تبدأ تفور معايا كده انا كده مهديه النار وبدأ ان انا ايه، اقلب فيها. شايفين بقى بتفور معايا ازاي؟ بتوطي بقى النار في المرحلة دي وتبدأي تقلبي فيها بالمعلقة عشان تهدى معاكي اهو. هقلب بالمعلقة لحد لما تهدى معايا وترجع لوضعها الطبيعي. ده خلاص بقى بعد ما هدت معايا اهي. ممكن كمان بقى في المرحلة دي وانت واقفة بتعلي بقى عليها النار. انا بقى دلوقتي هعلي النار تاني وهقلب فيها عشان ما تفورش معايا. بتعلي النار عادي جدا في المرحلة دي برضو. بقى خلاص طالما هدت مش هتفور معاكي تاني، هي بتفور اول مرة بس. طبعا عشان انا الزبدة دي عاملاها في البيت ما فيهاش نسبة لبن كتيرة. تمام. انما لو فيها نسبة لبن كبيرة وانت جايباها من بره وشاريها من بره، طبعا لازم توطي عليها بقى النار وتسيبيها لحد لما تبدأ تتصفى معاكي خالص. تمام. انا هنا معليه بقى عليها النار اهو زي ما انتم شايفين، وخلاص هي بدأت بقى كده تتحول معايا بقى لسمنة. انا كده معليه عليها النار مفيش اي مشكله، بس ببقى واقفه جنبها عشان اول ما تتصفى معايا بطفي عليها النار، عشان لو سبتيها على البوتاجاز ممكن تتحرق منك ولونها هيغمق، وهنضيع طبعا المجهود اللي احنا عملناه. فاهم حاجه انت تبقي واقفه جنبها عشان برضو اول ما تصفى معاكي تطفي عليها النار. انا هنا اهو زي ما انتم شايفين كده خلاص لون السمنه بان معايا اهو. دي بقى بتبقى المرتة، يعني الحاجات اللي حوالين دي اللي انتوا شايفينها دي بتبقى مرتة. اول ما بتسيبي السمنة تهدى بصفيها بمصفى عادي جدا، او تحشيها كده بمصفى وحطيهم في طبق بقى كده، ممكن تغمزيهم وتاكليهم حلو قوي. انا بحب اصلا المرطة بتاعه السمنة، ما مش برميها، لا انا بسيبها عندي وبستخدمها عادي خالص. ان انتي تاكليها يعني تعمليها سندوتشات كده، هي بتبقى طعمها حلو قوي. شايفين كده بقى خلاص السمنه صفت معايا. هبدا بقى كده هطفي بقى النار، خلاص السمنه كده بقت معايا تمام. هسيبها بقى لحد لما تبقى دافيه، وبعدين هبدا ان انا احطها معايا في برطمانات واحطها في التلاجة. انا بسيبها في التلاجة تجمد وبعد كده بطلعها، بحطها بقى عندي في المطبخ، يعني بحطها في برطمانين 3 على حسب، وبسيبها تجمد في التلاجة وبعد كده بطلعها استخدمها في الايه في المطبخ، عشان طبعا الجو حر فما بتجمدش معايا. لو الجو شتاء ما بتحطهاش في التلاجة خالص، بتحطيها في برطمانات وسيبيها على المطبخ كده هي بتجمد وحدها، لان الجو ساقع. طبعا احنا الجو دلوقتي اليومين دول حر فمش هتجمد معاكي. افضل ان احنا نحطها في التلاجة تجمد وبعد كده طلعيها بقى حطيها في المطبخ معاكي، خلاص مش هتسيح بقى طالما جمدت في التلاجة، مش هتسيح، هتفضل معاكي بقى تستخدمي منها كده في المطبخ، ما تحطهاش تاني في التلاجة. تمام.
خلاص بقى انا طفيت على النار وهسيبها تهدى، وهبدأ احطها بقى معاكم في برطمانات. وهجيب برضو مصفى، هشيل الريم اللي من على الوش ده باي مصفى، او وانتي بتصفي برضو السمنة ممكن تحطي مصفى على البرطمان وتبدأي تصفي السمنة. شايفين بقى السمنة بقت تصفي معايا ازاي؟ عملت لي ما شاء الله كمية حلوة، يعني طلعت لي برطمانين كده، كل برطمان يجي كيلو او كيلو شوية. يعني شايفين هنا بقى بردت معايا خالص، وسبتها بردت وجبت مصفى كده هشيل بس الوش. هو اول ما بتبرد معاكي تبداي يعني اغلب المرطه اللي من على الوش بتلاقيها نزلت في قعر الحله. تمام. فدي حاجات بسيطه اللي من على الوش كده، انا هشيلها كده واحطها في طبق، وبعد كده ابدا اصفي السمن فين. بصفيه برضو بالمصفى، بحط المصفى على البرطمان اهو زي ما انتم شايفين. احط المصفى على البرطمان واصفي. انا طبعا هنا مليت برطمان، وهملى معاكم البرطمان التاني اهو. يا ريت بقى لو اول مره تشوفي قناتي متنسيش تعملي اشتراك في القناه وتفعلي الجرس بالكل عشان يوصلك كل فيديو ان شاء الله. ولو عجبكم الفيديو متنسيش تعملوا لايك للفيديو، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في مطبخي مع اسماء. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.